أكيد سمعت عن حفلات التنورة وغيرها في قبة الغوري. طب تعرف إنها بتندرج تحت بند التراث الشعبي؟ تعال أقولك الأول إيه هو التراث الشعبي، أو زي ما بيعرف علميا بالفولكلور. هو العلم اللي بيدرس حياة الناس العادية لكن بطريقة مش عادية. كل تفصيلة صغيرة في حياتهم، من اللبس للأغاني للأمثال اللي بيلخصوا فيها حكم السنين، هو مش بس موجود في كتب أو متاحف. التراث الشعبي عايش حوالينا، في كلام تيتا، في أكلة، في موال. مش مجرد ماضي بنفتكره، ده علم بيشوف الجمال والمعنى والهوية. ويمكن مفيش مثال ممكن تحس بيه جوه قلبك ويلمسك زي حفلات التنورة. ايه السر ورا اللبس ده؟ المزيكا والحركات دي ممكن تبقى شايفها مجرد رقصة، لكن الحقيقة هي لغة بتتكلم من غير كلام. اللفة دي مش بس رقصة، ده طقس، رسالة، صلة بين الجسد والروح. وأصل التنورة بدأ من التصوف، لما الإنسان كان بيدور حوالين ذاته، حوالين الخالق، علشان يوصل لحالة من السكون والسلام. التنورة مش مجرد عرض فلكلوري، هو جزء من التراث الشعبي اللي بيحكي عننا وعن تاريخنا وعن الناس اللي جم قبلنا. ومع الزمن التنورة بقت فن شعبي، لكنها فضلت محافظة على قلبها. آخر مرة حضرت حفلة تنورة امتى؟ استنوني في سيريز جديدة، وهنا جين الفازي your guide and comfort space. باي.